السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اقتراح هذا النهار ان شاء الله غادي يكون كيك ديزاين. عندنا التيم ديال حفل النجاح او حفل التخرج. هنا عندنا النجاح ديال البكالوريا، الله يفرح الوليدات اجمعين ان شاء الله ويفرح والديهم. هنا عندنا الكيك ديزاين غادي نصاوبوه بالكريمه ديال الزبده، غادي نصاوبوه كذلك بالكيك ديال الين كوستا اللي كيجي ناجح 100%. عندنا دي كريم فوراج حتى هما اللي كيجيو زوينين وسهلين، فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. وبسم الله على بركة الله. هنا بالنسبة للكيك يعني غادي نبداو به هو الاول اللي غادي نحتاجو ليه. هنايا 5 ديال بياض البيض. هنايا هاد الكيك هذا كنخدمو البيض سيباري، يعني كنخدمو بياض البيض بوحدو وعاد كنزيدو عليه صفار البيض كيف ما غتشوفوا معايا. هنا درت 5 ديال البيضات، غادي ندير معاهم قبيصه ديال الملحه والفاني، وغادي نبدا نطرب بالطراب الكهربائي حتى كيدير ديك الرغوه. وغادي نبدا نزيد في السكر سنيده على 3 ديال المراحل. هنا عندنا الحساب ديال هذا، يعني كل بيضه كنحتاجوا ليها 40 غرام ديال سكر سنيده و40 غرام ديال دقيق الفرص. هنا غادي نديرو غادي نطلعوا هذا بياض البيض حتى كيولي عندنا على شكل مورينغ، يعني غادي نديرو المورينغ الفرنسي. بهذه الطريقه كنديرو شويه ديال سنيده وكنطربو مزيان حتى كنكملوا ديك الكميه كما قلت لكم على 3 ديال المراحل حتى كيولي عندنا داير داك المنقار كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا، يعني المورينغ واقف مزيان. من بعد هنايا غادي نزيدو صفار البيض، غنزيدو وحيده بوحيده بحال هكا وحنايا كنطربو حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. كيف ما كتشوفوا معايا فالخليط ديال البيض ما خصوش ينزل، يعني خصو يبقى واقف بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد فحنايا غادي نزيدو هنايا الطحين ديال الفورص كما قلت لكم، يعني غادي نحتاجو 200 غرام. 5 البيضات، كل بيضه عندنا كنحتاجو ليها 40 غرام حتى هي ديال الطحين. الا كنتو غادي تخدموا الكيك ديالكم يعني بغيتوه يجيكم هكا كحل يعني بالشوكولات، فراه كتنقصوا من الكميه ديال الطحين وكتزيدوا الكميه ديال الشكلاط. راه كنت درت لكم في واحد الفيديو سابق يعني هاد الكيك ديزاين هذا بالتفصيل، نخلي لكم الرابط في اسفل الفيديو. كما غادي نخلي لكم يعني الغرامات ديال الكيك اولا المقادير ديال الوصفه. هنايا خديت هذاك السيركل، هنا عندي ديال 15 سنتيم. في الاول غلفتو بابي الومنيوم من التحت ودرت ليه شويه ديال الزبده في الجناب باش كيلصق لنا داك البابي كويسو صافي حتى كيتغلف كامل بهذه الطريقه هذه. وكنخوي الخليط ديال الكيك كيف ما كتشوفوا معايا كيجي هكا يعني مهوي مزيان وبهذه الطريقه هذه، يعني ما خصوش يجيكم جاري. ومن التحت فبطبيعه الحال كديروا واحد الطاوه. هنا درت هذه المقله هذه ديال وجده ديال الحرشه كتكون ثقيله، كتدخلوه الفران اللي بارد كيف ما طياب الكيك العادي وكتنقصوا عليه وكتخليوه كيطيب على خاطرو. وضروري ما ديروا هاد الحركه باش كيجيكم متساوي في الطياب. هنا غادي ندوزو لواحد يعني الفراج اللي كنديروه من الداخل. هنا عندي شويه ديال الفريز مجمد وشويه ديال الفخومبواز، زدت عليهم سكر سنيده وزدت عليهم واحد العصيره ديال الحامض، وغادي نديرو فوق البوطه حتى كيهبط مزيان باش داك هاد الحشوه هادي تجينا عاقده من الداخل. وملي نقطعوا داك الكيك تبقى عندنا يعني واقفه فحتى كيطيب. وكنزيد واحد المعلقه ديال النشا وكنضيفها عليها وكنرجعها فوق البوطه حتى كتعقد مزيان وكتولي عندنا على هذا الشكل. ونخليوها جانبا وندوزو نوجدو الطبقه المقرمشه اللي درت هنايا شويه ديال يعني عندنا تقريبا واحد 90 غرام ديال شوكولا نواغ، تكون نوعيه جيده شوكولا نواغي. زدت عليها شويه ديال الزيت نباتي يعني تقريبا واحد 2 معالق، درتهم فوق في بان ماغي حتى داب مزيان. من بعد زدت عليهم الفويتين والكراميل، معلقه ديال الكراميل اختياريه، وغادي نخليهم جانبا. غادي ندوزو للكريم فوراج. هاد الكريم فوراج هذا بالجبن كيجي زوين، يعني واحد الكاناش اللي كيجي زوين بالجبن. هنايا عندي 90 غرام ديال شوكولا نواغ، غادي نزيد عليها معلقه
ديال عندكم الاختيار، اما ديروا الكريمه ديال اللوتيس اما ديروا هنايا البخاليني. غادي نديرهم في باماغي حتى كيذوب وكيولي على هذا الشكل، يعني كنتاكدوا بانه داب مزيان. من بعد هنايا عندي واحد الوريقه ديال الجيلاتين اللي كنت مرطباها في الماء من قبل، ما حد داك الشوكولا سخون كنضيفوه عليها، اولا ممكن اننا نسخنوا الكريم فريش ونزيدوا عليها ديك هاد الوريقه ديال الجيلاتين. كنخلطوا كنتاكدوا بان الوريقه ديال الجيلاتين دابت مزيان. وهنا غادي نزيدوا عليها 100 غرام ديال الكريم فريش، يعني دفيوها من قبل عاد زيدوها على داك الشوكولا، وغادي نخلطوا مزيان حتى كينسجموا المكونات وكيوليو على هذا الشكل هذا، ونخليوهم حتى كيبردوا. وهنايا عندنا في واحد الاناء اخر درت هنايا 50 غرام ديال الجبن مع 50 غرام ديال الكريم فريش. الجبن خديت هاد الطاسه هذه صراحه الجبن ديالها زوين، كيجي هكا كريمي وكتقام رخيصه. هنايا زدت عليها الكريم فريش وغادي نخلط مزيان مزيان ونخليهم جانبا حتى هما حتى كيبردوا المكونات كامل، يعني كيبرد عندنا الشوكولاط وكتبرد عندنا الجبن والكريم فريش كيف ما شفتوا. صافي دابا غادي نخلط المكونات كاملين وغنديرهم في واحد الاناء نغطيهم يعني نغطيهم بالفيلم اليمونطير، وغادي نخليهم حتى كيبردوا مزيان. انا درت هنايا 3 ديال الانواع ديال الحشوات بنفس الطريقه، غير خالفت في الشوكولاط. هنايا درت شوكولا نواغ، ودرت عاوتاني بنفس الطريقه وبنفس المقادير شوكولا اولي، وبنفس الطريقه درت شوكولا بيضاء بنفس الطريقه، يعني باش ما يجيكمش الفيديو طويل. راه نفس المقادير ونفس الطريقه باش خدمت هذه كنخدمهم كاملين. صافي هنايا الكيك بعد ما طاب، شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي، راه كيجي زوين بزاف. باش تنظموا يعني طريقه الخدمه ديالكم، فراه يعني كتصاوبوا الكيك نهار قبل، وكتصاوبوا هاد الكريم فوراج وكتعمروا يعني وكتبيتوها في الثلاجه حتى الغد اللي عاد كديروا المونتاج. وهنا غادي نبدا نقطعها يعني بشكل متساوي. شوفوا كيف ما درت معكم في الفيديو بحال هكا، يعني درت جوج ديال القطع باش كناخذ عليهم العبار، اولا يعني عندكم داك المنشار اللي كيكون كياخذ العبار ديال الكيك فكنقطعوا به. المهم ان يكون عندنا موس منشار ونخليو الكيك حتى يبرد تماما. كتقطعوها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، راه كتجي مهويه من الداخل وكتجي اسفنجيه بهذه الطريقه هذه. شوفوا ما شاء الله كيفاش جات. صافي غادي نحطهم جانبا. هنا هادوك لي كريم فوراج اللي صاوبت، بعد ما كيبردوا مزيان يعني كيف ما كتشوفوا معايا، فكنطربهم حتى كيطلعوا وكيوليو عندنا على شكل غاناش بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ما قلت لكم 3 ديال الانواع اللي درت كلهم كنديروهم بنفس الطريقه، والمقادير بالغرامات كنقولها وكنعاودها، فراه غتلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. وبعد ما كنوجدوا الكيك كنوجدوا الحشوات ديالنا كيف ما كتشوفوا. كنوجدوا السيرو حتى هو ضروري انه يوجد ويبرد، السيرو عادي فيه غير السكر والماء والفاني. فدابا غادي ندوزو للطريقه ديال المونتاج اللي غادي نبداو. هنايا كنديروا داك السيركل، ضروري ما كنديروا داك الفويد كيطار من الجناب هكا باش كيسهل علينا نديموليوه. صافي فغادي نديروا القطعه الاولى وغادي نسقيو مزيان الكيك. فهاد الكيك هذا كيبغي يتسقى مزيان، يعني سقيوه مزيان باش كيجيكم رطب وما كيجيكمش ناشف. صافي غادي نسقي مزيان وغادي نبدا هنايا غادي نعمر في دوك الحشوات كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه. هنايا بديت بهاد الكريم فوراج هذا ديال الشوكولا نواغ اللي بالبخاليني، فكندير ديما من الجناب وكندير هاد الملعقه العجيبه هذه اللي كنلويها هكا باش كتسهل عليا، لان داك المول كيكون عندنا غرق فما كنصلحش لينا نديرو ديك لاسباتي ولا نديرو شي اداه اخرى. فهاد المعلقه هذه كتسهل. كنهز شويه من الجناب ومن بعد فانا غادي ندير داك الكروستيون اللي وجدنا حتى هو كنديرو من الوسط بهذا الشكل هذا. وضروري ما كنزيدو شويه ديال الكاناش من الفوق باش كيلصق عندنا داك الجزء الثاني اولا الطبقه الثانيه ديال الكريمه، يعني ما كتوضعوش الكيك مباشره فوق من داك الكروستيون، ضروري كتغطيوه بالكريمه عاد كتحطوا
القطعه الثانيه ديال الكيك. كنسقيو هذا الجزء حتى هو من هنا، يعني كما قلت لكم خصها الكيك خصو يتسقى مزيان صافي. وكنوضع بهذه الطريقه هذه، وضروري كتضغطوا باش كيكون عندنا متساوي صافي. وكنعاود كنسقيها عاوتاني مره اخرى. ودابا هنايا غادي ندير الطبقه بالغاناش اولا بديك الكريم فوراج بالشوكولا بلون وبالفاني، يعني درتو بالمذاق ديال الفاني فقط وصافي. غادي ندير من هنايا داك الكولي اللي درنا اللي وجدناه بالفريز او بالفخومبواز، كيجي لذيذ بزاف هذا الكولي هذا، وكيجي زوين كيعطينا حتى واحد المذاق واحد المنظر داك الكيك ملي كيتقطع صافي. وغادي ندير طبقه عاوتاني من الفوق، ودائما في الجناب كندير داك لاكريم هكا باش ما كيخرجش لنا ديك الحشوه من الوسط وصافي. وكندير بهذه الطريقه هذه، وكنعاود كنسقي وكندير الطبقه الثانيه اولا الثالثه صافي. وكتبقى لنا الطبقه الاخيره اللي غادي نديرها بداك الغاناش اللي بشوكولا اولي. هذا يعني ما نسمتو بتا حاجه، درت فيه غير شوكولا اولي بحال يعني بنفس الطريقه ديال لي غاناش الاخرين اولا لي فراج الاخرين. وهنايا غادي ندير غير شويه ديال الكركاع اللي كنكون مصهداه من قبل، يعني كنفرتو وكنديرو من هنا باش كتزيد تعطينا ديك القرمشه لداك الكيك. وصافي. وملي غادي نديرو الكركاع بهذه الطريقه هذه، يعني كركاع او لوز اولا ما ديروش، يعني كيبقى لكم اختيار الحشوات راه كتنوعوا فيهم كيف ما بغيتو صافي. غادي نزيد شويه ديال الكاناش من الفوق وغندير الطبقه الاخيره، الطبقه الاخيره ديال الكيك حتى هي غادي نسقيها صافي. وغادي نغطيه مزيان بفيلم اليمونتير وندخلو المجمد. شوفوا معايا الطبقات كيفاش كيجيو يعني غير كنطلع عليها مره كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو طبقات زوينين بزاف بهذه الطريقه هذه. غادي نبيتها كما قلت لكم في المجمد ليله كامله صافي. دابا راه باتت يعني الغد ليه دابا، فغادي نحيدو. شوفوا كتحيد بسهوله والطبقات كيجيو زوينين بزاف. هنايا فغادي نغلفها بكريمه الزبده. كريمه الزبده غنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو لان فتنا درناها وما بغيتش نعاود عاوتاني نديرها باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. صافي غادي نبداو حتى كنقادوها مزيان، يعني كنديروا الطبقه الاولى ديال يعني طبقه خفيفه باش ما كيطلعش عندنا دوك الفراتس ديال الكيك. وغادي نخليوها شويه عاوتاني في المجمد، ومن بعد كنعاودو نديرو الطبقه الثانيه صافي. وكنفينيوها بلا سباتي اولا، يعني الطريقه راه شحال من مره وضحتها لكم في شحال من فيديو باش كيكونوا عندنا دوك الجوانب هكاك يعني مفينين ومقادين صافي. من بعد فانايا زوقت هنايا بهذا الورق ديال الذهب، درت هذاك عجينه ديال السكر وكتبت فيها داك التيم اللي بغيت وصافي. وداك الشابو يعني في مره اخرى ان شاء الله فغادي نوريكم كيفاش هاد لي زاستيس هادو نصاوبوهم هكا. وبصحه والراحه كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.